سلام عليكم. تعرف ان زمان تجارة الآثار كانت قانونية؟ طب تعرف ان لحد سنة 1822 ما كانش حد يعرف حاجة عن تاريخ الحضارة المصرية القديمة؟ تعال احكي لك سريعا ازاي من يوم وليلة العالم كله اتجنن بالحضارة المصرية وصممنا اول متحف في العالم للآثار. باختصار الحملة الفرنسية بعد ما جت مصر نشرت كتاب في اوروبا اسمه وصف مصر، واتكلمت في جزء منه عن التماثيل الموجودة عندنا وقد ايه هي مبهرة وجميلة، وده خلى فيه اهتمام عالمي بآثار مصر الغامضة، وبدأ الأجانب يجمعوها ويبعتوها للمدن الكبيرة في أوروبا، فانتشرت تجارة الآثار وبقت موضة وهدية مألوفة وقتها، بالذات التوابيت الفرعونية. بس لحد الوقت ده المصريين ما كانوش فاهمين ليه الأوروبيين مبهورين بالحجارة المدفونة في أرضهم. قلت لك ما كانش في حد لسه عارف حاجة عن الحضارة المصرية، وفضل الوضع كده لحد ما حكم مصر محمد علي باشا وقال لك من النهاردة مفيش تجارة آثار وهنعمل كشف بيها كلها ونحطها في مكان أمان. ومن وقتها بدأ الاهتمام بالآثار المصرية، ومع كل اكتشاف مهم تتنقل الآثار لمكان أفضل وأكبر، وبعدها يطلع قرار بإنشاء متحف دائم لعرض الآثار في منطقة ميدان التحرير. وأخيرا 1902 تم افتتاح المتحف رسميا باسم متحف المصري، واتنقل له أكتر من 150 ألف قطعة أثرية. مبنى المتحف نفسه اتسجل كمبنى أثري باعتبار إنه قيمة معمارية فريدة من نوعها، زي ما كان المتحف المصري في التحرير عجوبة زمان ووجهة السياح الأولى. فالتاريخ هيعيد نفسه قريب مع افتتاح أكبر متحف في العالم للآثار المصرية، المتحف المصري الكبير. وبس يا سيدي، دي كانت زيارتنا، كان معاك أنور أفندي، وأشوفك الزيارة الجاية. سلام عليكم.